السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فريد؟ ازيك يا عمده؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ الله يخليك. اتفضل اتفضل. الله يخليك. ازيك يا عمده؟ الله يكرمك. يعني ما قعدناش مع بعض بعد الخطوبه، قلت اجي لك ونقعد مع بعض شويه. يا راجل تضرب المشوار ده كله علشان تتكلم معاي؟ كنت اتصلت بالتلفون اسرع. لا، ما هي الطياره الاخرى ما بتاخدش وقت. انا قلت اجي لك احسن علشان نعرف نتكلم في التفاصيل من ناحيه، ومن ناحيه تانية اشوفك. يا سيدي وانا كمان احب اشوفك كل يوم على راي عبد الوهاب. هتشرب ايه؟ والله الجو ده محتاج حاجه ساقعه. لا بلاش الحاجة الساقعة هنا. هات 2 شاي يا ولد. حاضر يا عمر. عديت عليك في الدار، قالوا لي انك في القهوه، قلت مش بعاده يعني. اصل انا بحب اغير برضك، والقعدة وسط الناس مهمة، الواحد بيبقى قريب منهم يعني. عندك حق والله يا صالح، انما ما قلتليش ايه رايك في العروسه؟ ست البنات مش هي عجباك برضك؟ طب وايه رايك في ابوها؟ ده انا اسيبك انت، انا ما اعرفوش، اكيد انت تعرف اكتر مني، انما قول لي يعني انت تعرفه منين؟ طب واذا قلت لك ان انا اول مره اشوفه في حياتي كانت ليله ما قرينا الفاتحه، تقول ايه؟ اقول حاجه غريبه. ايه اللي غريب فيها؟ العاده الواحد منينا بيسال علينا سايبه الاول قبل ما يحط يده في يده. في دي يمكن عندك حق. لا اكيد عندي حق. افرض انهم طلعوا ناس مش كويسين، ليه ما نرفعش عنهم وعنينا الحرج؟ اتفضل يا استاذ. شكرا. اتفضل يا عمده. طب يا ترى الواحد ممكن يسال مين يدله على اصلهم وفصلهم؟ والله يا ولد ابوي لو كانوا من نواحينا كنت خدمتك، لكن دول من مصر. ليه ما تخليش صاحبك اللي اسمه صبري ده يسال حد من قرايبه ممكن يدلك؟ بقول لك يا صالح، انا عايز اسالك سؤال بس نفسي تجاوبني عليه بصراحه. اسال يا اخوي، ما انت عارف ان انا دايما بتكلم معاك بصراحه. انت تعرف رضوان بيه قبل كده؟ وانت ليه سالت السؤال ده يعني؟ ما اعرفش، بس يعني اول ما شفتوا بعض جاني احساس كده ان زي ما تكونوا اتقابلتوا قبل كده، ولا في بينكم معرفه قديمه. لا لا ما حصلش. صالح، ده جواز يا صالح، جواز يا اخويا، وانت عارف ظروفي كويس، انا مش عايز اكرر التجربه اللي فاتت. بقول لك ايه يا فريد، هي البت مش عاجباك؟ بس ده مش كفايه، لو تعرف حاجه عن ابوها قول لي. يا فريد بقول لك ما عرفش حاجه، واذا مش مصدقني اساله. اساله؟ انا بسال اخويا. انا قلت لك يا فريد ما اعرفوش. وبعدين انت مكبر الموضوع كده ليه؟ اذا كانت البت يعني مش لاده عليك، شيل ده من ده يرتاح ده عنده. يعني ايه؟ يعني اذا شايف انه الحكايه حتطول شوف لك واحده تانية غيرها. انت شايف كده؟ ايوه لا مؤاخذه يعني، ما تزعلش مني، اصل البت دي لسه قدامها طريق طويل في العلام، وانت محتاج انت وبناتك واحده تكون فاضيه. ايوه محتاج واحده تكون جاهزه وانت الف من يتمناك، سواء كانت قريبه ولا غريبه. كلام معقول والله يا صالح، بس برضه يا اخي الواحد مش عارف يقول لها ايه، خصوصا بعد ما قرينا الفاتحه. يا سيدي الكلام اللي بيتقال في المناسبات اللي زي ديت كتير قوي، وافق انت بس وسيب الباقي علي. سيب الباقي علي ليه؟ ما انت تقول ان الظروف ما واتتش وخليك صريح معاهم. يا ترى انت يا صالح صريح معايا؟ جرايه يا فريد، الكلام اللي بتقوله ده حيزعلني منك. لا لا يا اخويا ما تزعلش نفسك، انا قلت كل اللي عندي. بس انا حاسس برضك ان لسه في كلام عندك ما انتش عايز تقوله لي. عموما يا صالح يا اخويا، انا هتجوز اللي انا اخترتها لان انا بحبها، وما يهمنيش مين ابوها، لانها هتبقى مرات انا، ومن ساعه ما هتخش بيتي هتبقى مرات فريد مش بنت رضوان. واللي انا حاسس انه جواك وما انتش عايز تقوله لي مسير الايام هتكشفه. عن اذنك يا اخويا علشان الحق اوصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته.